السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معانا وصفة جديدة، هنعمل حمص الشام. معايا حمص، ده ربع كيلو حمص نقعاه لمدة 6 ساعات. ودي الطماطم بتاعتي هضربها، ودي المية اهي اللي هحط فيها الحمص، وده توم. هضرب بقى الطماطم مع الثوم ورجعت لكم تاني بعد ما ضربت الطماطم مع الثوم. هحط بقى الحمص بتاعي. ده دي مقدار كوباية كبيرة طماطم. بقى الحمص بتاعنا ايه اخباره؟ بيغلي. في المرحلة دي بقى بنحط الكمون بتاعنا. دي مقدار معلقة كمون كده صغيرة، مش هنحط ملح دلوقتي، الملح بيتحط في الاخر. ونسيبه بقى لحد ما يستوي خالص وهوريلكوا في الاخر. ده الحمص معانا اهو، استوى 3/4 تسوية يعني، لسه فاضله شوية كمان، لسه مستواش قوي يعني. كده هحطله بقى الملح بتاعه وهسيبه يستوي. الملح على حسب ما انت عايزه. هسيبه بقى يستوي وهوريلكوا في الاخر. وبعد ما الحمص بتاعي استوى اهو بقى جميل، هنعمل بقى الشطة بتاعتنا. دي كوباية فيها معلقتين شطة. هنحط بقى شوية مية من بتاعة الحمص ده في الكوباية. متكتريش يعني، حط شوية مية بسيطة بس عشان تبقى الشطة بتاعتنا مركزة. بس كده، دي بقى الشطة بتاعتنا بناخد منها على الكوباية اللي احنا ايه هنشرب فيها. وكده بقى عبينا كوباية الحمص بتاعنا اهو زي ما انتوا شايفين. هاخد بقى ايه شوية شطة من دي كده. اللي نزلت دي حتة توم عادي. وهنعصر بقى ايه الليمونة بتاعتنا. ودي كوباية الحمص بتاعتنا، اتمنى تجربوها. كده كوباية الحمص بتاعتنا جاهزة. متنسوش بقى تشتركوا في القناة، تعملوا لايك، واشوفكم في فيديو جديد على قناتنا حياتنا البسيطة.